مهنيه اسف عفوا على كل مفرده راح تطلع من عندي. انا ما شفت احد اليوم، لان انا بعد المباراه انا ما طلعت مع حضرتك، كنت مجاز نعم من قبل حضرتك بسبب انه يعني التدوير اللي موجود بالبرنامج. اليوم ما حد شخص الاخطاء الحقيقيه والكوارث اللي صارت عندنا بالبطوله. كلها بررت ومع العلم من اشخاص ذو قيمه فنيه عاليه، سواء لاعبين سابقين، مدربين، محللين، نقاد، اعلاميين، حتى اعضاء الاتحاد المحترمين. الطامه الكبرى بعد المباراه على طول انه السيد كاساس ثاني يوم انه كان خارج بنزهه وفسحه الى المول، احد مولات الكويت. بالكويت هاي؟ بالكويت. هاي صوره حصريه من صديقي بدون ذكر اسمه، كان هو مشجع كان بالمول. هذا الموضوع. كاساس اليوم بعد الخروج من خليج 26. اوكي هو مدرب محترف كابتن، بس اذا تسمح اجنبي يعني. اوكي ما هم هذا الموضوع. اوكي كل الاحترام والتقدير، الشخص ماكو مشكله. مدرب اجنبي يطلع تخلص المباراه خلاص، هو اوكي. حتى لو خسران 10 بالمباراه تلقاه يروح يتعشى طبيعي وياخذ شاور ويعطر وينزل ويروح يسهر هو وزوجته باي نايت كلاب طبيعي ولا يم الموضوع. تمام. الطامه الكبرى اليوم، احنا صار لنا كم يوم احنا خرجنا من البطوله؟ صار لنا 4 ايام او 5 ايام. نعم. شفت لك شخص ذب اللوم من شخص مسؤول او فني او اعلامي او شخص مسؤول يطلع بكل البرامج قال انه المشكله بكاساس وبالخيارات الفنيه وباللاعبين، كلها ذبت اللوم بكابتن عدنان وبكابتن يونس محمود. وهذا الموضوع احنا كل سنه كل بطوله، يعني اذا ترجع انت هسه من استلام كاساس لحد هاي اللحظه خرجنا من اسيا الدور ال 16، هاي ما صايره بكل تاريخ كره القدم. مدرب يخرج من دور ال 16 يستقبله رئيس وزراء ويجددون عقده ويريد راتب. بالمناسبه وزيدوا عقده. بالمناسبه ارجع للارقام، عقد كاساس وراتبه حسب المعلومه ممكن اكون مخطئ اعلى من مدرب برشلونه، لان مدربنا خالد ضرائب يستلم مبلغ صافي، بس تاكد ممكن اكون انا مخطئ. وعقده كان 150,000 دولار يشتغل. عندي معلومه اني الايجنت مالت الكولومبي عارض نفسه ب 150,000 دولار يشتغل في دوري الدرجه الثانيه في هولندا، اجى العراق وقع وياه ب 750,000. هاي وحده. اليوم احنا من خسرنا يعني بسبب قيمته التسويقيه، هو مقيم نفسه ب 150,000 دولار. ابو يوسف احنا اليوم من خسرنا الكابتن عدنان درجال نزل للملعب، هو خسرنا. لو كلام كابتن يونس محمود، احنا خسرنا اخطاء فنيه. صار لنا سنتين مع حضرتك وكل البرامج صوتنا انباح. احنا مشكلتنا ما ناقشنا المدرب، كانما هو يفقه ويفهم بكره القدم وكل العراقيين ما يفهمون بكره القدم. هذا مو صحيح بسبب بعض المواقع المأجوره، بسبب بعض المحللين الفنيين اللي يبحثون عن اللايكات، يبحثون عن المشاهدات، يبحثون عن المصالح الشخصيه مع الاتحاد. هم ذولا يعني الاشخاص ذولا هم السبب بالاخفاقات، لان يعني كان دفاعهم على الكادر التدريبي بالاخطاء مو صحيح. من اول يوم من اول بطوله احنا شخصنا الاخطاء. البطوله الاولى اللي خسرناها ويا الاردن دبيناه براس الحكم، هسه الحكم خطا، بس احنا عندنا مشاكل فنيه داخل الملعب كارثه وطامه كبرى. انت تدري من بطوله خليجي 25 لحد هاي اللحظه احنا مستدعين 8 حراس؟ صح. تدرون؟ صح. احنا 8 حراس كابتن صفوان. صح. انت بالدوري موجود والدكتور كابتن علي برا، كابتن رياض برا، احنا 8 حراس مستدعين. صحيح. للبطوله بكل منتخبات العالم سنه كامله. ولا واحد هسه انت بالنادي ولا واحد اخذ مكان جلال. صحيح. كابتن صفوان بس احمد باسل جلال اضطراري. انا اسالك سؤال بس جاوبني حتى اكمل اذا تسمح. تفضل. انت حضرتك بالدوري عامل ومباراه عندك كل اسبوع او كل 5 ايام، تقدر تلعب موسم كامل، ممكن تلعب 3 حراس، بس تقدر تستقطب 4 حراس و5 و6 و7 و8؟ لا طبعا هذا مو عمل. احنا مستقطبين 8 حراس ابو يوسف. صح. زين. اعد لك اياهم؟ لا هو لا جلال، لا جلال، احمد باسل، فهد، علي كاظم، محمد صالح، حسين حسن وحسين ابو الكرخ. نعم. محمد حسن هسه. محمد حسن. لا بس لحظه مو دقيقه لحظه. 10 مدافعين لاعبين احنا ب3 لعبات هاي البطوله. زين.
احنا هسه خرجنا بكوارث فنيه. اكو لجنه قعدت ويا كاساس، زين، قعدت ويا كاساس وقالوا له تعال ارجع ورا البطوله مباشره للعراق، الدوري بادي عندنا، احنا يوم غد يستأنف الدوري عندنا. احنا عندنا مشاكل فنيه، ما عندنا مشاكل بالمولات ولا عندنا مشاكل بالسفر يروح الماركو او الالكسندر وهاي الكلاوات. خلي يضحك بعد على روحه، لا يضحك علينا. العالم ترى تفتهم بالعراق، الجمهور والناس اللي عندها ضمير تفتهم ان العراقيين يفتهمون احسن من عندك ويفقهون بكره القدم. كل الاحترام والتقدير لشخصك، كافي بعد تضحك علينا. قبل كنا منو يقول لك كافي بعد تضحك علينا؟ لا هو غير انا الاتحاد يقول لك ستوب كافي بعد تضحك علينا. انا اتكلم بشجاعه، ما راح اسيء ادب، بس اقول لك كافي تضحك علينا لان انت انكشفت اوراقك للعالم. احنا باكر الدوري يبدي، اكو مدرب بكل العالم بعد الاخفاق يروح هوليدي، يروح سفره ويروح اجازه ويعوف الدوري؟ صايره؟ ما يصير. يصير كابتن فوزي عندكم بالبحرين كابتن، ما موجوده هاي. كابتن شنو الفائده من تواجدك؟ لا بس وانت حتى تكمل وتسترسل بكلامك، بس مو هو تواجد في فتره سابقه وبس تدعى وما ولا لاعب ولا لاعب. المشكله مو بس انه يتواجد، اكو ناس يجب ان تناقشه في ظل ما تفضلت بحضرتك. هو ده يشخص. احنا خسرنا مع المشاكل اللي عندنا، احنا خسرنا. اكو ناس فنيين، اكو لجنه فنيه، هسه تجيبون عراقيين، جيبوا لكم مدير فني للاتحاد اجنبي، جيبوا لكم كويتي، بحريني، سعودي، صومالي، يهودي، امريكي، اي جنسيه تختاروها. شلون عندنا مدير الاتحاد اللي موجود عايش باسبانيا